قيموا المآتم، قيموا العزاء، ابكوا 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 على الحسين، ابكوا، لأنه هذه المآتم تحضرها سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، تحضر بها ويحضر بها سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. وتقول أنا الوالدة والقلب لهفان وادور عزبني وين، ما كان ينقل أحد الخطباء يقول فد يوم من الأيام أنا رايح أقيم مجلس، يقول تلقوني أطفال، شلون هسه أطفالنا الله يحفظهم مسوين مواكب اللي مسوينها بالبيبان هيك صغيرونه، خيمة صغيرونه مسوين، يوزعون بها خطية عصير شربة شاي على قد حالهم. هذول المفروض احنا نشجعهم شباب ونساعدهم وننصب لهم الخيمة ونقول لهم بارك الله بكم وجزاكم الله خير. هم ذولي الجيل الذي يتجدد حزنا على الحسين ويقيمون المآتم من بعدنا إن شاء الله تعالى. فهذا الخطيب ينقل يقول أنا رايح أقيم مجلسي، يقول تلقوني أطفال بالطريق، قالوا له شيخنا ما تعبر اليوم إذا ما تشرب شاي يمنا، احنا مسوي شاي ونريد نتبرك بيك. طبعا الخطيب معروف، فيقول اجيت رحت وياهم اني للموكب مالتهم صغيرون، يقول الوضعيه ما عجبتني، ما استنظفت الشاي والقلاصات والاستكاين اللي موجودات بالموكب. تعرف اطفال يعني مو مرتبين مثل الكبار يرتب وينظف وكذا. فيقول قلت لهم ما اقدر اشرب اني مستعجل، اجيت وصلت الموكب مالتكم خلونا اروح. قالوا لا شيخنا بالله لا تشرب شاي. قلت لهم عمو صبوا، يقول صبوا الاستكان خليتهم يديرون وجوههم وشربت الشاي بديته. التفتوا لي يقولون مخلص، مشكور شيخنا جزاك الله خير، شربت لنا شاي متفضل. شيخنا انت رايح للمجلس ادعينا وياك الله يوفقنا لخدمه الحسين. راح الشيخ قام العزاء بكى الوادم رجع للبيت. من رجع نام تعبان، يقول بعالم الرؤيا جت مولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام، قالت له شيخ فلان تعال اليوم وانت سويت؟ قال والله يا مولاتي اليوم انا خوش سويت، قريت مجلس لابنك الحسين وبكيت الوادم. قالت له لا مو هاي غيرها سويت. ما مسوي شيء. قالت له وش هاي يا البداه؟ شايف منو بداه؟ هاي انا خليتهم يتلقونك، وهذا الشاي ترى انا صبيته بيدي الك وانت شمرته. يقول قاعد الشيخ الخطيب هذا يلطم ما سويت هذا. يقول ثاني يوم راح للاطفال الموقف وصار يخدم وياهم. فذولي هاي المواكب البسيطه لا تستهزئون بيها.